شايفين التخينه اللي ماشيه هناك دي؟ انا مش عارفه هي ازاي سايبه نفسها كده. يعني حاجه فظيعه. ايه ده؟ هي ازاي طايقه نفسها كده؟ هو انت حكمت كده ازاي؟ هو انت تعرف هي فيها ايه؟ مش يمكن تكون تعبانه؟ مش يمكن تكون مش عارفه تخس؟ ليه كده؟ التنمر مش مجرد كلمه بتتقال تجرح وخلاص. لا، التنمر بيسيب اثر في النفس للاسف ما بيتشافش. ونوع من انواع التنمر هو الوزن الزايد. نفضل نضحك ونقول انت وزنك زايد، انت تخينه زياده، ما نعرفش ان الكلام ده بيوجع وبيسيب اثر في النفس ممكن ما يبانش علينا. في ناس كتير ما تعرفش ان الجمال الحقيقي جمال داخلي، هو جمال الاخلاق، مش مجرد مظهر خارجي او وزن زايد. معانا النهارده قصه وحكايه جديده من حكاياتنا وبتتكلم عن التنمر. قصتنا النهارده بتقول: انا زوجه عشت حياه جميله وحياتي كانت احسن ما يكون لغايه ما ربنا رزقني بولد جميل. بعديها حياتي اتقلبت لان للاسف وزني زاد وجوزي ما بقاش متقبل شكلي وبقى كل شويه: خسي، وزنك مش كويس، انا بقيت مكسوفه اخرج معاكي، انتي مش شايفه نفسك، ما بتقارنيش نفسك بالستات التانية. الموضوع اتقلب معانا لمشاكل كتير. حاولت اخس بس هو ما كانش يعرف ان في فرق كبير قوي ما بين الزوجه اللي لسه ما خلفتش والزوجه اللي ربنا رزقها بطفل. تعب وسهر وتغيير هرمونات، مش قادر يصبر عليا. المشكله فضلت تكبر تكبر لغايه ما بقت مشكله ملهاش حل. انا مش عارفه اخس وهو مش عارف يصبر عليا. للاسف في النهايه وصلنا لحيطه سد. خلاص هي دي النهايه، مش قادر يصبر، مش قادر يتحملني. كانت الكلمه نهايه الحياه ما بينا، وحياتي انتهت اسرع ما يكون. ما كنتش متخيله ابدا ان هي تنتهي النهايه دي. مساء الخير عليكم، معاكم النهارده في حلقه جديده من موف اون. ومعانا النهارده دكتور يسرا سليم. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور العلوم الانسانيه. هنتكلم معاها عن التنمر واشكاله. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. النهارده يا رب يخليكي. يعني ايه تنمر؟ التنمر ده هو سلوك عدواني، وبيكون سلوك عدواني موجه ومعروف هو رايح ازاي، وبيبقى تحت اسم انه بنهزر، مش قصدي، ما خدتش بالي، لكن في الحقيقه هو بيكون سلوك عدواني موجه من الشخص لشخص تاني. طيب هل التنمر ممكن يبقى في صورة كلام بس ولا ممكن يبقى ليه أشكال تانية؟ لا، ليه أشكال كتير. زي؟ ليه أشكال. تنمر اللفظي اللي هي بالكلام، إنه أتريق زي على الوزن أو الشكل أو أي حاجة ظاهرية. التنمر الجسدي، إن أنا ممكن أمد إيدي. التنمر الالكتروني، وهو ده دلوقتي كمان كتير جدا بقى مشهور قوي. بقى اكتر حاجه، لان كل واحد مستخبي ورا الشاشه بتاعته وبيقول اللي هو عايزه محدش شايفه، وده حقيقي حاجه صعبه برضو. بيبقى يعني بيجرح في اللي قصاده وهو ملوش دعوه، هو بيطلع كميه عدوان وطاقه عدوانيه فظيعه على اللي قدام للأسف فعلا. طب لو خرجنا كده تطرقنا الموضوع شوية وقلنا التنمر وأثره على التحصيل الدراسي بالنسبة للأطفال. ايه اثر التنمر؟ يعني دلوقتي احنا طبعا المدارس الاطفالنا للاسف بقوا متعرضين لحالات تنمر يعني لا حصر لها. فده اثره ايه على الطفل والتحصيل الدراسي؟ دايما الشخص المتنمر ده بيدور على اضعف حد في الكلاس علشان يبدأ يعمل عليه السلطة بتاعته. ويا إما تيجي معايا في الشلة بتاعتي، يا إما هتبقى ضدي، وهيتسلى عليه بقى ويفضل طول الوقت ما بين عدوان لفظي ما بين عدوان جسدي، يبقى يفضل يتريق عليه طول الوقت. الطفل بقى اللي بيحصل له التنمر ده طبعا بيحصل له حالة من الإحباط والاكتئاب ورفض انه يروح المدرسة. يعني يوم ورا التاني بيبقى عنده صعوبة بانه يدخل المدرسة اصلا، من كتر ما بيبقى هو يعني حامل هم انه هيحصل له ايه النهاردة. ممكن يتاخد حاجته، يتاخد ادواته، يتاخد حاجته، وهو ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يفتح بقه، وما يقدرش يعمل خناقة، لانه الشخص التاني بيبقى شايف نفسه ان هو اقوى منه. طبعا تحصيل دراسي بيقل، احباط، اكتئاب، واوقات بتيجي اطفال كتيره مش عايز يروح المدرسه تاني.
يعني دي بتبقى يعني الامور بتفضل تتصاعد الى انه انا مش رايح المدرسه دي. انا شفت شخصيا يعني اطفال رافضه وطالبه ان هي تتنقل اصلا من المدرسه لان خلاص هي كارهه المدرسه وكارهه الشله اللي عامله عليها تنمر، فانا يا مش هروح المدرسه يا اما اتنقل من المكان خالص. وفي اهل يعني بيخضعوا لده وفعلا بينقلوا ولادهم من المدرسه. بتبقى البدايه انا شايفه انه مش صح الصراحه. انا يعني اشتغل على المتنمر عليه. يعني اللي بيحصل له السلوك العدواني هو لازم يتدرب انه يبقى عنده ثقه بنفسه، لانه للاسف مع مرات والتكرار ثقته بتتدمر في نفسه. بيبقى شايف نفسه او حاجه الذات عنده مشوهه، او هو مش شايف نفسه كويس خالص من كتر الحاجات اللي بيتريقوا بيها عليه. مع انها الحاجات الكويسه عنده هي دي اللي بيتريقوا بيها عليه. يعني هم واخدين نقطه القوه عنده ومستخدمينها وبيكسروا منها. يعني لو هو مثلا شاطر، يعني ايه يعني شاطر وايه يعني يجي مثلا حد بيعرف عنده سرعه بديهه ويرد مع التيتشر في الكلاس، وانت يعني وانت عندك مخ، يعني هو انت بتعمل ايه يعني؟ هو انت عملت حاجه غريبه وايه؟ ما احنا كلنا عارفين، ما احنا كلنا بنعرف. معاه مثلا قلم شكله لطيف ولا حاجه، ايه يعني القلم ده؟ طب ما احنا كلنا معانا اقلام. لدرجه انه ممكن يكسروا له الحاجه بتاعته لو ما عرفوش ياخدوها، او الشخص اللي بيتنمر ما عرفش ياخدها هيكسرها له ويبوظها له. يعني للاسف بيحولوا نقطه القوه لنقطه ضعف. للاسف. طب ليه انا كشخص ابقى شخص متنمر؟ ده مرض ده ولا حاله نفسيه ولا ايه بالظبط؟ ده بيبقى يعني انا بصراحه ببقى شايفه المتنمر ده يعني بيبقى اضعف ما يكون، وبيبقى عايز يداري ضعفه ده في شكل من الاشكال دي، يبين ان انا يعني عكس حقيقته. طبعا دي بتبقى ظروف بيئيه، ظروف اسريه، ضغوط في البيت، خلافات في البيت. ممكن في البيت مثلا ترتيبه بين اخواته بيفرق برضو. يعني لو عنده فرق بين السن وبين اخواته، يعني اخواته فرق اكبر كبير. فرق كبير بينه وبين بعض، بيبقى هو كده ايه يعني تسلية البيت بقى. يعني يتريقوا عليه، يعني هو بيخرج التنمر اللي بيحصل عليه في البيت على اصدقائه بقى في المدرسه. يبدا طب ما انا بيتعامل معايا كده وانا ببقى ساكت، فيبدا غصب عنه اوتوماتيك هيطلع على حد اضعف منه في المدرسه. طب احنا هنا عندنا مشكله كبيره. يعني انا دلوقتي عايزه اعرف، المفروض ان الاهل طبعا ليهم دور في الحد من التنمر ده. طبعا ايه دورهم اولا؟ والمشكله الاكبر بقى لو الاهل اصلا متنمرين. يعني مين هيحل بقى المشكله هو دي؟ في نوعين من الاهل. يعني في اهل لما تكلميه، يعني انا شخصيا مثلا لو في مشكله مع ولادي في البيت اكلم الام في حصل كذا كذا، فبنتعاون بصراحه، بتكون متعاونه جدا. طب نعمل ايه عشان نصلح الموقف بينهم؟ لا انا بنتي غلطانه، لا انا بنتي عندك حق وتعتذر، ونبدا نشوف هنحل المشكله بين الاولاد ازاي علشان الدنيا تمشي. في ام تانية لا، بتبقى طبعا بتبقى مشكله كبيره جدا وتتخانق، وانا ولادي ما بيغلطوش، انا ولادي كويسين، لا ولادك اللي غلط، وتبدا يعني هي كمان لان تقلب الترابيزه بمعنى اصح، تقلب الترابيزه. فتبدا المشكله تكبر، ما بيبقاش بس الطفل ده، بيبقى الاسره كلها. طب هل انا في الحاله دي ان الاسره كلها للاسف هي عندها مشكله، الصح ان انا بقى ابعد انا وولادي عنهم خالص، لان هو كده يعني هم مش رافضين اصلا العلاج، او هم شايفين نفسهم هم صح، فالافضل ساعتها ان انا اتجنبهم؟ للاسف بيبقى افضل حل انه يعني نتجاهل بقى التعامل مع الشخص ده. تمام، خلاص. طيب هل بقى الاسره نفسها وبينها، يعني بينهم وبين بعض في تنمر ما بينهم ممكن يبقى بشكل مثلا هزار، احنا بنهزر ونضحك مع بعض وهم مش عارفين ان ده نوع من انواع التنمر؟ سوري، لا ولا يهمك. وفي اسره تانية بتبقى قصد التنمر ده، ممكن الاقي اب بيتنمر على اولاده، اخ بيتنمر على اخوه. فهل ده فعلا موجود بشكل صريح؟ موجود. واب على اولاده، واب على زوجته، واب على قرايبه اخواته، وخصوصا كمان بقى بيظهر اكتر في التجمعات العائليه. للاسف فعلا بيبقى يعني الفوليوم عالي قوي، يعني ببقى عنده مساحته بقى قدام الناس كلها جدا، انه يعني وده بيبقى تحت اسم ان انا بهزر، انا ما كانش قصدي. فللاسف في ام ممكن تعمل كده، في اب ممكن يعمل كده، في اخوات بيعملوا كده. طيب هل التنمر احيانا بيبقى اخطر من العنف، ان انا يعني حد يضرب حد؟ يعني التنمر بالالفاظ ممكن يبقى اخطر من الضرب نفسه؟ بصي، هي بتبقى درجات وبتبدا تتصاعد بعد كده. يعني البدايه بتبقى
بالالفاظ اللي هو التنمر اللفظي، ما بيجيبش نتيجه او بيبقى خلاص يعني الشخص عايز يعني الامور بتصعد معاه، فنبدا للتنمر الجسدي، انه اشنكل حد من الاولاد وهو معدي، ارمي له شنطته، ازقه، اكعبله، يعني في طبعا وبتوصل لدرجه انه ممكن يضربه. يعني ده يعتبر تنمر ان انا طبعا. ان انا مثلا حركه زي اللي حضرتك قلتيها ان انا اشنكل زميلي واوقعه، ده يعتبر نوع من انواع طبعا. التنمر. اما انا متعمد ان انا اعمل ده. هو التنمر هو السلوك عدواني متعمد. هو متعمد انه يعمل ده وبيقعد يضحك بعد كده. يعني هو مش بيعمله كمان اللي هو يعني حتى مش حاسس ويستخبى انه لا مش قصدي، ما خدتش بالي، لا بيقعد يضحك. فيقول له اصلا انا بهزر، اصلا انا بضحك معاك. لا طبعا ده مش هزار، وللاسف ده بيبقى اسلوب جوه البيت. وفي حاجه تانية برضو مهمه، الحاجات المفتوحه، الموبايلات او الشاشات والسوشيال ميديا المفتوحه بزياده قوي، بقى عندنا برضو يعني ريسورس تاني غير البيت. بالظبط. الافلام، نوعيه الافلام اللي بيتفرجوا عليها، نوعيه المسلسلات اللي بيشوفوها، بيبقى فيها كميه عنف وعدوان يعني رهيبه الصراحه. للاسف فعلا. طب نرجع تاني للزوجه سريعا كده، عايزين نعرف الزوجه اللي عايشه مع زوج متنمر تعمل ايه؟ تحمي نفسها منه ازاي؟ والله هي محتاجه، يعني هو بيتنمر عليها وهي بتسكت علشان تمشي الدنيا، فتبقى الدنيا ماشيه، ما يبقاش في مشاكل. بس هي وده نوع اللي هو بتعمله اللي هو التجاهل، هي بتتجاهل، لكن بتيجي في مرحله هي ما بتقدرش تتجاهل وما بتقدرش تكمل مع حياه اصلا. فبيبقى افضل علشان ما تفضلش تخزن وبعدين توصل لمرحله انه خلاص بقى الانفجار، وهو يبقى مش عارف انت ليه عايزه تنفصلي، يعني مش فاهم ايه اللي حصل، ده كان هزار، انت كبرتي الموضوع كده ليه. بيبقى من الاول هي بتدي فرصه والتانيه والتالته، يعني اول فرصه تتكلم معاه، انا مش بحب الطريقه دي، انا مش بحب الاسلوب ده، يبقى في حدود واضحه وصريحه منها ليه. تمام. هو استمر يستحمل بقى. خلاص. يستحمل بقى، هو حر يستحمل. وساعات يعني لما بنلاقي الطريق مسدود يبقى يعني خلاص كده احنا وصلنا لمرحله سد، احنا يعني عملنا كل حاجه ورحنا للدكتور وعملنا كل بس ما فيش، خلاص هو مصر على موقفه. فساعتها هي لو انسحبت ده مش هيبقى غلط. للاسف هي ما عندهاش حل تاني، لأنه هو ده بيبقى الحل، إنه يعني تحافظ على سلامتها النفسية وصحتها وشكلها قدام أولادها. صح. لأن بتتهز صورتها وبتتكسر قدام أولادها. صح، عندك حق. عامة طبعا الموضوع طويل وأنا متشوقة جدا للكلام بقية إن شاء الله. ميرسي جدا يا دكتور، نورتينا النهاردة في حلقتنا. أنا أكتر ميرسي ليكي. طبعا في الختام حابة أقول بلاش نتنمر على بعض، بلاش نبقى مصدر أذية لبعض. الكلمة الحلوة صدقة زي ما دايما بنقول. التنمر للأسف ما بقاش موجود في المدارس وما بين الأصدقاء بس، حتى جوه بيوتنا ما بين الأسرة وبعضها. خلينا مصدر أمل وكلمة حلوة، بلاش نتنمر على بعض، وخلينا دايما نبني بدل ما ندمر. وإحنا معاكم من هنا بنقول لكم موف اون.